السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده، ويلقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن الاحوال. المهم اليوم واخيرا اليوم غادي نشارك معكم الصالون ديالي. واش غادي نقول لكم؟ من بعد عامين، ولكن ماشي عامين باش فرجته، من بعد عامين وانا ساكنه. يلا كي باقي ما كملش كامل، وانما يلا كي المهم بان فيه الضر. المهم راكم عارفين، يعني بشويه بشويه بنقطه نقطه كيحمل الواد. المهم كيف ما كتشوفوا القناه شحال ملحت فيها، ولكن قلت مع راسي توحشت اليوتيوب، وقلت مع راسي غادي نرجع نلوح الفيديوهات، وبغات تطلع ما بغاتش تطلع ما تطلعش. المهم داكشي اللي كيعجبني غادي نديرو. لذلك مهم قلت اول حاجه غندير فيديوهات روتينيه، يعني روتين صالون، كيفاش كندير، كيفاش كندوز نهاري، الخروجات اللي تنخرج. المهم توحش اليوتيوب وتوحش انني نلوح فيديوهات. هذه اول حاجه. ثاني حاجه واللي هي مهمه، القنوات ديال اليوتيوب ما كيطلعوش بالروتينات وبالحاجات العاديين. راكم عارفين بلادنا وكيفاش ولا اليوتيوب عندنا ضروري خاصك فضائح باش تطلع، وضروري الحمد لله نجينا من داكشي. الحمد لله حنا بعاد كل البعد على داك التخربيق. لذلك فكرت مع راسي انني غنلوح الفيديوهات اللي كيعجبوني. ان شاء الله عجبوكم فيديوهات طلعوا لي القناه، ما عجبوكمش المهم حنا كنتفرجوا، انا كندير داكشي اللي بغيت وصافي. هذا هو المهم. اليوم ان شاء الله غنبدا معكم الصالون ديالي كيفاش فرجته، داكشي بشويه بشويه، كيفاش بدلت الدار، علاش بدلت الدار. بزاف ديال الاسئله الا بغيتوني نجاوبكم عليهم خليهم لي في التعاليق. المهم اليوم الفيديو الروتين ديالي غيبدا ان شاء الله. الفيديو الاول في الصالون، والمهم نقدر نزيد عليه شي حاجه. المهم كيف ما كتشوفوا الصالون هو هذا. هذه الدخله ديال الصالون ديالي. المهم تسمحوا لي، الاضاءه عندي باقا ناقصه شويه. المهم انا غنبدا معكم بشويه بشويه. كيف ما كتشوفوا هذه الدخله ديال الصالون، يعني انا الصالون جاني طويل. المهم هذا هو الفصاله اللي خرجت لي في الصالون. وبالنسبه للفراش، المهم اليوم ان شاء الله نهضروا على الفراش. بالنسبه للفراش هو كيجي على هذا الشكل. هذا الريدو دابا نشارك معكم منين خديته وكيفاش فصلته. هنا الدخله ديال الصالون. مهم الصالون جاني فيه الطول، يعني انا جا عندي في الصالون الطول ما فيهش العرض بزاف، وانما فيه الطول. ولكن الحمد لله على ما وجد، نحمد ربي ونشكره. يعني عاجبني. انا الفصاله ديال الدار كنت باغا فيها واحد المعايير، والمهم بحال هذيك المعايير هي اللي لقيت هذيك المعايير كيف ما كنت متخيلها. حيت انا في الدار اللي بغيت نشري كنت كنقلب على البيوتات ديال الدراري، عندي بنيته ووليد، وكنت كنقلب على البيوتات ديال الدراري. الوغ راه ما يمكنش غتلقاي كلشي بالثمن اللي بغيتي وفي موقع زوين. راكم عارفين كازا. هذاك الشيء علاش بحال كنضحي بشي حوايج وكتلقاي شي حوايج. هذا ما كان. المهم بالنسبه للصالون كيف ما تشوفوا راه باقي ما كاملش، باقي خاصني الطوابل. غندير طبله، غتكون هنا طبله اوفال والصندريات ديالها. هاد الطبله راني حاطاها غير هنا، هذه غير طبله صغيره حاطاها على قبل، حاطه فيها هادو زعما موش داهما كلا جا عندي شي حد. كيف ما كتشوفوا تما الصلايات. وهاد الناب هذا راه ديال الطبله ديال داري الاخرى، راني محتفظه به، خليته حتى من بعد ان شاء الله ملي غنجيب الطبله غادي نفرشوا فوق منها. المهم غادي نفيكسي الكاميرا ونهضر لكم شويه على الصالون. المهم بالنسبه للكلامط كيف ما كتشوفوا انا هنا مفرشاه بالمطروز. المطروز اللي كان عاجبني بزاف بزاف، ولكن نظرا للثمن ديالو بالصراحه اللي غالي بزاف بزاف. يعني ملي كتمشي تشوفي كتلقاي واحد 200 280 300 درهم البارمتر، يعني كانت كتجيني القضيه صعيبه. هذاك الشيء علاش مشيت للمسيره. كنت كنمشي كل مره، ماشي كنمشي مره ولا جوج، كنت كنمشي كل مره، كنت كنمشي مرارا وتكرارا حتى كنبقى نقلب على دوك الهوتات. لدرجه انني كاع كنت نيست انني غنفرش به. ولكن الحمد لله مر ديال الوالدين ما عمره ما تيخيب. لقيت واحد البرومو واحد النهار عند واحد السيد صراحه كيدير المطروز. ملي كتبقى عنده واحد الكونتيتي صغيره كيديرها في الصولد، يعني ملي كتبقاش واحد العبار كبير كيديروا في الصولد. اوغوزمون كنت لقيت انا الاخر ديال هذا الموديل وكنت خديته، يعني كنحسبوا لي بواحد الثمن اللي بصح ناقص. ما بغيتو راه غنخلي لكم النمره ديال السيد
المهم كيف ما كتشوفوا نقرب لكم كاميرا. ها نتوما كيف ما كتشوفوا يعني المطروز كيجي على هذا الشكل، كيجي طرز من الثوب، وكيجيو فيه هاد لي زيستخاص. الصراحه كيجي هماوي وكيجي زوين الصراحه الدكال، وخصوصا لا طحتوا في شي واحد اللي عارف يخيطوا لكم. انا الصراحه راه ماشي كتجي كتنوضي كتبغي تفرشي واحد الصالون كتنوضي كتفرشي كتلقاه كيف ما بغيتي، لا الصراحه الدكال، خصوصا اللي كان عندك واحد البيدجي اللي ناقص. انا ملي مشيت نفرش اول حاجه وقعوا لي بزاف ديال المشاكل، منهم ان السيد اللي كيبيع لك ضروري كيبغي هو اللي يخيط لك، وانا ما كنتش ثقه فيهم وفي الخياطه ديالهم. يعني انا كنعرف واحد السيد هو اللي كيخدم لينا، هو اللي بغيتو يخيط ليا. داكشي علاش ملي فصل ليا السيد فصل ليا توب عطاه ليا ناقص. الوغ ملي خيطوا ليا السيد الخياط ملي خيط ليا لقى بزاف ديال العبارات ماشي هما هادوك. هذا صدقت رجعت عنده هذا الحمد لله كنت باقي لقيت باقي الثوب. المهم كيف ما كتشوفوا كاين فيه 3 ديال الانواع. اول حاجه كاين فيه هذا اللي كيجي على هذا الشكل، هذا الثوب، وهذا حتى هو، وعاد السامبل ديالو. وانا خديت هاد القرونه هو اللي ماريت به، هاد القرونه كيف ما كتشوفوا هو اللي ماريت به، وخديت هاد السامبل ديالو. المهم دابا غنشارك معكم كيفاش درت الديزاين ديالو. المهم هادشي كلشي من ذوقي انا اللي تراسيت ليه، ولكن راني بقيت كنتفرج في الفيديوهات ونعاود نتفرج في الفيديوهات ونعاود نتفرج ونعاود. المهم ملي تراسيته في واحد الورقه، يعني رسمت على شكل مستطيل على شكل الصالون ديالي، وبقيت كنتراسي للسيده شنو بغيت. هنا الثوب الاول درتو في الدخله ديال الصالون، هو اش كيقول ليه تيقول ليه ديبار، يعني هو هذا كيجي على هذا الشكل، كيجي النص بحال هكا ماشي النص، ها انتم كتشوفوا الصالون قداش السداري قداش. المهم كيجي هاد الطرف كيجي على قد المخده. المهم المخده هنايا راه فيها 90 سنتيم. المهم كيجي هكا الديبار، وكتجي معاه المخده ديالو على هذا الشكل ياك. وهنا كيجي السامبل، وكيجيو فوق منه المخدات اللي مزوقين بطرز اخر ماشي الطرز ديال الديبار كيف ما كتشوفوا ياك. كيجيو هكا 3 ديال جوج المخدات عفوا. وهنا في الاخر ديال السداري كتجي هاد قول المضمه، تيقول له هو المضمه، كتجي بحال هكا، وكذلك ومثال كتجي طالعه مع المخده ديالها على هذا الشكل هذا. صافي هنايا الفرماجات كيف ما كتشوفوا كيجيو بحال هكا. الفرماجه الاولى، الثانيه، وعندي الثالثه في الجهه الاخرى اللي هي هذيك. المهم هنايا الفرماجات راهم بالثوب ديال الديبار وديال المضمه، كيجيو بحال هكا، وكتجي فوق منها المخده ديالها. هنا الماطلاسي، هاد الماطلاسي اما كيتشرى ثوب بحال هكا. انا باش ما نخرجش على اللون ديال الصالون خديت ثوب واحد، وهاد الثوب هذا عطيته للخياط هو اللي خدموا لي ماطلاسي. كيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا، وكتجي فوق منه المخده العاديه ديال الزواقه العاديه ديال المخده. ايوا ما تنساوش تقولوا لي كي جاكم الذوق ديالي، واش هذا الشيء عجبكم، واش كاين شي اضافات نضيفهم للصالون. المهم انا باقا ما درت ما درت لا زواق لا طابلوات في الحيط، ما والو صراحه. باقي ليا التريات، باقي ليا الطوابل. ان شاء الله الله يجيب الرزق لاي واحد، والله يسهل على اي واحد. اي حاجه الانسان ملي كيدير اللمسه ديالو فيها كتكون زوينه وكتكون فرحان بها. انايا ماشي اول تجربه ليا، كانت عندي داري الاولى وبدلتها لاسباب ما، والحمد لله نعم الله بهاد الدويره مرتاحه فيها الحمد لله. والله القسم بالله اهم حاجه هي الراحه النفسيه. ملي كتكون الراحه النفسيه والله يسا كلشي كيهون. يعني واخا غادا دقه ولكن مش بحال عاودت من الاول، ولكن والله ما مشكل، بالعكس مادام انني انا مرتاحه نفسيا هذاك هو الفضل. الحمد لله نحمد ربي ونشكره. نتمنى نكون عطيتكم معلومات. المهم اول حاجه اللي مهم اللي بغيت نوصل لكم ومهم في هذا الصالون وفي الفراش هو المسيره. حي المسيره
المهم بزاف ديال البنات غادي يقول لك لا راه مش كنمشيو ليها، راه كنخافوا منها، راه فيها الشفاره، راه فيها ما فيها لا شفاره لا والو. انا دائما تنمشي ليها، ما بالعكس الناس اللي كيكونوا تما هما كيكونوا حامينك الصراحه الدقال. يعني الحوانت اللي كاينين تما ولا السوق كدوزي لواحد السوق، يعني ما يمكنش تكوني جايه عندهم وغادي تشافري الصراحه الدقال. مشيت لها ماشي مره ماشي جوج، مره كنمشي لها مع راجلي ومره كنمشي لها غير راسي. الحمد لله عمره ما وقع لي فيها شي مشكل، والله القسم. واخا زعما انا بعيده، انا في البرنوصي وراك عرفتوا المسيره فين كاينه. المهم عمره ما وقع لي فيها شي مشكل. فيها الهوتات والله حتى فيها الهوتات، لا من ناحيه التواب ديال اللبس، يعني اللي كتبغي تفصل التواب، التوب ديال الفوطه، التوب ديال الكيطمه، اي توب كيطيح لك في بالك كتلقايه في المسيره. هي راه ملي كتمشي كتلقاي داك البرارك وداك الشيء، كتلقاي بحال الدنيا مرونه، ولكن لا راه بالعكس خصك تبقشي، خصو يكون عندك النفس وتبقشي. طالما طيبان لك داك الشيء سواق الا قلبي. كاينين حوانت اللي بصح بصح والله ما كاينين في بلاصه اخرى. انا المهم بالنسبه ليا فم الحسان ولا درب عمر كيجيني غالي، وكيديو الشنعه، يعني كيديروا داك الاثمنه على حساب البلاصه ديالهم. المهم من حقهم، ولكن انا المسيره كنفضل نمشي ليها الصراحه، كنمشي ليها كتعجبني. كنلقى فيها الهوتات، يعني اي حتى الموديل ديال جلالب، مونطوات، اي حاجه سيروا ليها راه ما غاديش تندموا. التواب اللي طيحوا لك في بالك راه تلقايهم في المسيره الصراحه الثقال. المهم انا كنت كنمشي مرارا وتكرارا. دابا نخلي لكم فيديوهات ديال المحلات تما كنت كنمشي بزاف، ولكن ما كنتش طحت في داكشي اللي بغيت صراحه، حتى لدرجه انني صافي كنت نيست انني غنفرش بالمطروز، وصافي كنت قلت غندير غير البروكار، واخا ما كيجيش زوين. صافي قلت غندير فيه نديباني وصافي. ولكن الحمد لله طحت في هاد بالصدفه الدري قال لي واش بغيتي، راه كاين واحد السيد كيدير الصولد. ايوا هادشي اللي كاين. بالنسبه للخياطه حاولي تراسي بشويه، يعني صالون ما تفرشيش دائما، تراسي بشويه. انا كنرسم الصالون، كنحاول نرسمه وكنبقى نقاد وكنبقى نمشي نتفرج في فيديوهات، نتفرج ونعاود نتفرج ونعاود ونبدا نصحح. يعني داكشي اللي كندير في بالي هو اللي لقيت الصراحه الدقال. وعاد ملي كطيحي في شي خياط اللي ناضي، وكيدير لك داكشي كيفهمك، يعني داكشي اللي تراسيتيه لك يقول لك صافي ولا عليك، وكيطيحوا لك بصح كيف ما بغيتي الصراحه. هاد الخياط ما نكذبش عليكم والله القسم الا زوين بزاف. هو اللي صايب لي المضارب، يعني المضارب هو دفعهم لي، هو اللي دفعهم لي الشركه، ولكن بالضمان ديالو هوايا. والصراحه صدقوا لي زوينين، يعني الكاليتي ديالهم زوينه. ما عرفتش كنخدمهم ليا ب 630 درهم للمترو. ب 630 درهم المتر. كيف ما كتشوفوا هاد الصالون غنمشي جيتو فرجته، راني دخلت على الدار جلست واحد المده، فرشت العود، خليت العود تقريبا واحد 6 شهور ولا 8 شهور، عاد درت المضارب حتى هما بقاو تقريبا واحد العام ونص. عاد درت كتب الله ودرت طليمطات. بالنسبه للزربيه كنت مشيت شفت الفيديوهات ديال زرابي اسطنبول، راه كاين في الولفه. يمكن في الولفه. في الولفه زرابي اسطنبول، شفت عنده ديك الزرابي ديال 100 درهم للمتر. هما ما بيهمش الصراحه، حتى هما راه زعما كتفرج بهم ماشي زعما غير هما. بالنسبه للصالون مهم ملي مشيت تما قلت ليها شنو كاين وشنو كاين، جبدهم ليا زوينين ما خايبينش صراحه الدقال كيف ما زعما كيبانوا في التصاور. ولكن قلت لي راني باغا الصالون، قال لي شوفي انا غنجبد لك وحده. كيف ما كتشوفوا انا راه ما عنديش العرض بزاف، يعني العرض عندي فيه شي متر وثمانين، والله ما عقلتش شحال عندي، واش متر وثمانين تقريبا. المهم ما كاملاش 2 متر ما بين سداري وسداري، وهادوك فيهم 70 سنتيم سداده. جبد لي هاد ولكن الطول عندي فيه، عندي الطول ما بين سداري وسداري عندي 5 متر، حيت الطول ديال الصالون كامل شي 6 متر 6 شي حاجه. ايوا وجبد قال لي غنجبد لك وحده وبثمن زوين الا عجباتك. هي فين جبد لي هادي كي صراحه عجبتني. كتشوفيها بهذا اللون، بهاد كتشوفيها هكا بهذا اللون، ولكن ملي كدوريها للجهه الاخرى هانتوما ملي كدوروها للجهه الاخرى كتعطي لون اخر. المهم هي راه كتبقى فيها هكا العفطه، يعني ملي كتعفطي راكم عارفين هاد الزرابي ديال المبرة، ولكن الصراحه كتعطي منظر زوين. وخديت معاها الطابيه ديالها كيف ما كتشوفوا، خديت معاها الطابيه ديالها كتجي بحال هكا. الصراحه كيف ما قلت لكم بالنسبه للزربيه هو يجبد ليا هادي، يعني المهم ملي جيت نحسب لقيتها 7 ونص، يعني بحال عندي 7 متر ونص. كتشدي الطول
كتشدي الطول ديالك في العرض، يعني الطول ديال الزربيه اللي بغيتي في العرض. خرجت ليا 7.5. حسبها ليا بالطربيه ديالها ب 32000 الصراحه، يعني 1600 درهم، يعني بحال كتجي 210 درهم يمكن المتر. ولكن الكاليتي زوينه وغليظه وديال تركيا. ماشي دوك ماشي اللي كيلو حوايه ديال 100 درهم المترو، لا ماشي هي، ولكن صراحه كتجي زوينه. المهم هادي ضروري 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 كنديرها في الدخله ديال الصالون، يعني هكا اللي بغاو يدخلوا يصليو على الماسك تكونوا رجليهم فازقين. المهم هادي ضروري كيديروها، يعني بزاف العيالات كيديروها ضروري، كتخسر المنظر. ولكن المهم الا كان جي عندك شي واحد راه غتحيديها، ولكن الا ما كان جاي اختي ضروري ديريها، باش كتعرفتي الدخله ديال الصالون دائما كتكون كتوسخ مع العفيط. لا، من الاحسن يمشي كلشي كيلبس في رجليه، يقدر يجيو عندك وليدات صغار، ضروري ديري هادي. هذا ما كان. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. غادي نخليكم مع واحد الفيديو صغير اللي بنتي صايبت فيه لي كريب اول مره واول تجربه. بنتي عندها 12 عام وتبارك الله، ولات كتعجبها الكوزينه وكيعجبها الدخل دير هكا توعشه صغيورين، وانا كنشجعها. مزيان البنيتات يتعلموا. دخلت دارت لنا الكريب والعصير، دارتهم لنا العشاء. ايوا هذا ما كان. هذا هو الفيديو ديال اليوم. من بعد غندير لكم فيديو غنهضر لكم على العود وغنهضر لكم على المضارب، ولكن اللي مهم بزاف هو العود. ادعيو معايا نكمل ان شاء الله الصالون بالطويبله وبالصندريات، وكذلك مثال بالنسبه للتريات. يعني عندي جوج تريات، خصني وحده هنا وخاصني وحده هنا بلاتي تفضوا باش يبان. المهم خاصني وحده هنا وخاصني وحده لهيه. نتمنى الله يجيب الرزق لاي واحد يا ربي، والله يسهل على اي واحد. ندير لكم فيديو على العود، يعني العود اللي ضروري خاصني ندير لكم عليه فيديو كيفاش وبشحال طلع ليا ومنين خديته وشنو هو الديفو اللي كنت لقيته عاود عالجته. ايوا هذا ما كان. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش طلعوا ديروا ابوني، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.